السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، أخباركم عاملين إيه؟ طبعا أنا النهاردة عندي أجازة من الشغل. الحمد لله أخدت أجازة بعد 3 شهور شغل. فمش قادر أقول لكم يعني إحساسي إيه بالأجازة. كنت مستني الأجازة طبعا علشان أشبع نوم، أفضل نايم طول النهار. الحمد لله والشكر لله بفضل من ربنا. نمت الساعة 3 بالليل وصحيت الساعة 5 الصبح. ما اعرفش ايه السبب، بس المهم يعني ان انا اصحى. فقلت بقى ايه، اقعد اتكلم معاكم كده واقول لكم صباح الخير، و يا رب تكونوا بخير دايما ان شاء الله. وفي حاجة مهمة جدا حابب اتكلم فيها، وهي ناس كتير بتقول لي يا بختك لانك شيف. طيب يا بختي ليه؟ يعني هي مهنتي ديت تختلف ايه عن اي مهنة تانية؟ يعني ايه الاختلاف؟ ما كل واحد شاطر في مهنته، او كل واحد بيحب المهنة اللي اتعلمها. ده يقول لك يا بختك لانك شيف. طيب تمام، انا راجل شيف، بصحى من النوم الساعة 7 الصبح، انزل المطبخ، ما شاء الله، ناس بتصبح تقول يا فتاح يا عليم، وانا اصبح اتخانق مع الناس. ليه؟ ده ما جابش طماطم، ده مش عارف ما قشرش بصل، ده مش عارف في اللحوم مش عارف ايه، ده مش عارف ما عملش ايه. طيب طول اليوم يا شيف لو سمحت، بتاع الصيانة يا شيف لو سمحت، مش عارف اعمل ايه يا شيف لو سمحت، عندنا ايه يا شيف لو سمحت، عندنا ايه. والله انا عارف ان كل ده تعب، ويعني مش هيبقى تعب جسماني بس، تعب فكري، ان انت كل بتفكر في حاجات كتير اوي عايز تعملها. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى، انا الحمد لله والشكر لله شغال معايا تقريبا 4 بنجلاديش او 5. والبنجالية البنجلاديش او البنجالية زي ما احنا بنقول بنجالي، ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بيجي من بلده حافظ 3 كلمات. ان قعد معاك 20 سنة هم ال3 كلمات: انا ما في معلوم، نفرات خبر، دنيا ما في زين. انا ما في معلوم، نفرات خبر، دنيا ما في زين. هات لي بصل، ما في معلوم. هات لي مش عارف ايه، ما في معلوم. طيب لما تقعد معايا سنة واتنين وتلاتة وما في معلوم، هتبقى معلوم امتى؟ دي أول حاجة. تاني حاجة حابب برضه أكلمكم فيها، وديت أهم نقطة، يعني سبحان الله. أي شيف لازم يحترم شغله ويحب شغله ويتقي ربنا في شغله. أنا ما ينفعش أشتغل وأنا لابس خاتم في إيدي، ما ينفعش أقدم أكل للناس وأجهز أكل للناس وأنا لابس خاتم في إيدي، ولا دبلة ولا حظاظة ولا انسيال. عرفت ازاي؟ ما ينفعش اقدم شغلي للناس وانا بدون قلافز، من غير جوانتي. ما ينفعش اقدم اكل للناس وانا شعري طويل وبدون توك او بدون غطاء راس. ما ينفعش اقدم اكل للناس وانا حاطط مونوكير. ما ينفعش اقدم اكل للناس وانا صباعي مجروح ومش لابس قلافز. يعني يا ريت نتقي ربنا في شغلنا، ونتقي ربنا في اكل الناس اللي احنا بنعمله. لان مهنتنا ديت معلش، الشيف بيعمل الشغل بينه وبين ربنا. انا واقف جوه المطبخ بعمل الاكل وبطلعه للناس، دي امانه بينه وبين ربنا. يعمل حاجه كويسه وحاجه محترمه، يا اما ما اعملهاش خالص. عرفتوا؟ ف بس مش عايز اقول لكم اكتر من كده، وادعوا لي ان انا انام، يمكن انام شويه. والسلام عليكم، ونتقابل تاني في فيديو جديد ان شاء الله.